السلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمناوها. فيديو جديد ونهار جديد. واليوم ان شاء الله غادي ندير واحد المعسله اولا رغيفات هكذايا معسلين، وبغيت نشارك معكم الطريقه. فهنا غادي نبداو ان شاء الله. غادي نقول معكم هكايا المقادير. هنا عندي تقريبا كيلو ديال الطحين، هذا الممتاز الخاص بالحلويات. هنا درتو غربلتو. عندي في المواد اللي سائله، هنا عندي نص كاس ديال ما زهر، هنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، زدت عليها نص كاس ديال الزيت. تقريبا ما بين الزبده وما بين الزيت نص كاس. هنا تقريبا واحد 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال الخل. هنا عندي شويه ديال الماء غير عادي من الروبيني، درت فيه شويه ديال الزعفران الحر، ممكن ديروا الملون الغذائي اولا دويمه ديال البنه. عندي الخميره ديال الحلوى على الوزن ديال 8 غرام. عندي معلقه صغيره ديال القرفه وقبيصه ديال الملح. هنا عندي معلقه كبيره ديال اللوز مطحون ومعلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه. هادو هما المقادير. دابا غادي نقولوا ان شاء الله بسم الله وندوزو باش نبداو هذا، حيت خصنا نعجنوها. غادي نعجنها، غندلكها شويه، غادي ندير لها البلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح. الا خليتوها تبات ليله كامله يكون احسن باش تجيكم مزيانه. انا غادي غادي نجمعها معكم صافي، غادي نخليها ترتاح ومن بعد عاد نرجع باش نصيبها. صافي غادي نقولوا بسم الله. غادي ندير انا هنا كاع المواد اللي ناشفين باش نخلطهم مزيان. ندير القرفه الملحه وندير الخميره نخلطوهم مزيان مع الطحين. صافي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد الزبده والزيت وغادي نبسبس هذا الطحين كامل تدخل ليا فيه الزبده والزيت، وعاد نرجع نزيد هذا الخل ونزيد ما زهر صافي، ونكمل العجينه بالماء عادي. صافي ندخلوا ليه الزبده والزيت مزيان، عاد نكملوا. صافي نكملوا بحال هكا حتى يولي لينا مرمل كامل، عاد نرجع معكم باش نكملوا. صافي رجع لينا الطحين على هذا الشكل هذا. نحاولوا ندخلوا ليه مزيان الزيت والزبده. صافي دابا غادي نزيد ما زهر وغادي نزيد الخل وغادي نزيد الماء. صافي غادي نجمعو غير شويه بشويه. العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش عاوتاني رطبه بزاف. كما قلت لكم الماء غير الروبيني، ما ندفيوه ما والو. صافي انا غادي نكمل بحال هكا، نجمع العجينه ونرجع معكم.
صافي العجينه ديالتنا هي واجده. انا حاولت ندلكها غير شي شويه، المهم نجمعوها. غادي نلويها مزيان في البلاستيك الغذائي صافي، وغادي نخليها ترتاح. قد ما خليتوها ترتاح قد ما كتجي مزيانه صافي. ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نشكلوها. صافي رجعت معكم دابا. العجينه خليتها ترطب هي مزيان، صبرت عليها تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال السوايع. دابا غادي نقطعوها الكرات صغارين ونردوها في البلاستيك ونصبروا عليها ترطب واحد شويه صافي، ونبداو باش نسرحوها. صافي بهذا الشكل هذا يكونوا صغارين باش يصلحوا لينا في التقراص ونقدروا نتحكموا فيهم. صافي انا غادي نكمل بحال هكذا، غادي نردها في البلاستيك باش ما يضربهاش لينا البرد تنشف، خصها تبقى رطبه صافي. وغادي نرجع معكم باش نكملوا. صافي البنات انا طلقتها تكون رقيقه بزاف، قطعت ليها جناب خليتها على شكل مربع، ودابا غادي نقطعوها هكا سينتات. نحاولوا نخليوهم يجيونا مقادين. صافي بهذا الشكل هذا. صافي تكون بهذا الشكل هذا وبهذا السمك. دابا غادي ندوزو باش غادي نصايبوها. صافي انا سرحت العجينه، قطعتها على جناب وقطعتها هكذايا طروفه. دابا غادي نبدا باش غادي نشكلها. غناخذوا العجينه بهذا الشكل هذا، نديروا ليها من هنا شويه ديال الطحين اللي درنا مع الماء وغنتنيوها. انا غادي نتنيها غير على 3 ونديروا الطحين من هنا صافي، ونرجعوا نتنيو عليها بهذا الشكل هذا صافي. نديروا في شي لاطا ولا في شي بلاطو ونغطيوها بالبلاستيك، ما نخليوهاش عريانه هكذا حتى نكملوا الكميه كامله اللي عندنا. صافي عاد نرجعوا باش نبداو نقليوه. صافي بهذا الشكل هذا. سهله ما فيهاش شي حاجه اللي كتعذب ولا بزاف ديال الخدمه. صافي بهذا الشكل هذا هكا كتبقى سهله باش نوجدوا الكميه كامله وعاد نبداو نقليوها. يعني احسن من الطريقه التقليديه ديالها اللي كتبقى كتشكل، يعني نتوما كطيبوا نتوما كتشكلوها، فهكا غتشكلوا كامل الكميه اللي عندكم وترجعوا تطيبوا الكميه كبيره، يعني كميه كبيره في مره واحده. صافي بهذا الشكل هذا. انا غادي نسرح العجينه، كندير هنايا شويه ديال النشا
انا عندي العجينه قاصحه، ما كتحتاجش يعني لا دقيق لا نشا، ولكن هكذا باش ما تلصق لياش على البلاصه اللي انا كنخدم فيها، فكندير لها غير شويه ديال النشا. وهو تيبقى النشا استعملو كيبقى احسن ما من الطحين. صافي غادي نسرحها، غادي نحاول نخليها بشكل مربع اولا مستطيل باش ملي نقطع ما تضيع لياش بزاف ديال العجينه نولي نعاودها. صافي بهذا الشكل هذا، ونرققوها مزيان تكون رقيقه اكثر من العجينه ديال الشباكيه. صافي انا فين ما بانت ليا غادي كتنشف، صافي كندهنها شويه بالنشا. صافي غادي نكمل هكا حتى نرققها كامله. صافي ونرجع معكم. صافي هي سرحتها، دابا غادي نقطع عليها الجناب. صافي بهذا الشكل هذا. نتوما الحجم كتحكموا فيه، كديروا الحجم اللي بغيتو. غادي نحيد هذا اللي زايد كامل. صافي هاد العجينه كنجمعوها وكنعاودوا لها. صافي بهذا الشكل هذا كما قلت لكم الحجم نتوما اللي كتحكموا فيه، كديروا العرض اللي بغيتو. صافي وهنا غادي نصوبوها بنفس الطريقه. صافي وغادي نحيدو اللي زايد. صافي بهذا الشكل هذا. صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله ملي نبغيو نقليو. صافي البنات كملنا كاع الكميه اللي عندنا، عطاتنا هاد الكميه هذه. انا درتها في اللاطات وغطيتها بالبلاستيكه وصبرت عليها شويه حتى نشفت ليا العجينه اللي كنلصقوا بها. هذه هي التاليه، وهذه هي اللي درت الاولانيه. دابا غادي نسخنوا الزيت صافي باش نبداو نقليوها. لابد تخليوها مغطيه بالميكا. صافي انا درت هنايا الزيت، غادي نصبر عليها حتى تسخن، نقصوا عليها ما نديروش العافيه اللي تكون مجهده. صافي ونبداو نقليو. صافي غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو نقليو. كما قلت لكم انا سخنت الزيت. صافي كتنقصوا عليها العافيه وكتخليهم باش يطيبوا ويتنفخوا لينا. نديروا غير الكميه اللي كافيه في المقله باش نخلي لهم البلاصه. صافي ونقصوا عليهم العافيه ونعطيوهم الوقت باش يتورقوا. صافي نبقاو نحركوهم هكذا شويه بشويه باش يتنفخوا لينا.
ونصبروا عليهم حتى نشوفوهم بداو تيتحمروا من التحت، عاد نقلبوهم صافي. نعطيوهم الخاطر والوقت باش يطيبوا، باش ما يجيو ليناش معجنين. مش في العسل لان شاشين بزاف باش ما يتهرسوش، غنبقاو نهزو العسل ونديرو فوقهم بشي معلقه صافي، ونخليوهم حتى يشربوا لينا العسل مزيان. عاد نحيدوهم يتقطروا صافي. نحاولوا نحيدو هكذا وحيده بوحيده باش ما يخسروش لينا وباش يجي لنا الشكل ديالهم زوين. صافي يا البنات، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. المعسلات ديالنا ولا الرغيفات ديالنا معسلين كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى باش تعجبكم الطريقه وتجربوها، ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.